اللي انا مش قادر افهمه لحد دلوقتي، احنا ايه مشكلتنا مع الزبالة؟ مش عارف الزبالة عاملة لنا مشكلة ليه؟ مع ان حل الزبالة بسيط جدا على فكرة يعني. لو كل واحد دفع جنيه من معاه ولم الزبالة ديت عشان يرميها قدام الحي، الحي هيعرف ان عنده مشكلة ويبتدي يفكر ان هو يحلها. يا اما الحل التاني اللي طول عمرنا بنعمله بقى، ولا حي ولا وجع دماغ، اللي هو ايه؟ نولع في الزبالة. طول عمرنا بنعمل كده، مفيش اي جديد على فكرة. بس اللي انا عايز اقوله حاجة للناس اللي عاملة حملة نظافة، الناس اللي محسسانا ان هي بتعمل اعجاز عشان نازله تنظف بنفسها البلد. في حاجات انا طول عمري ببص فيها للتصرف بتاع الشعب، رغم ان انا كتير بنتقدنا كمصريين، لكن في حاجات برضو كويسه الواحد لازم يقولها يعني. الشعب اللي يعمل ثوره وتاني يوم يسقط النظام، يكنس الميدان من غير ما حد يطلب منه، ده شعب نظيف. والشعب اللي القهوجي فيه بيكنس قدام القهوه، اللي هو عارف ان الزباين بتوعه زبلوها عشان يرمي نشاره ملونه عشان يجمد بيها منظر القهوه، يبقى بني ادم نظيف. اللي مش نظيف، اللي مش شايف شغله عشان يخلي الناس ديت تفضل على طول نظيفة، دي المشكلة. حلها دوروا عليه، عيشوا. بالمناسبة نسيت اقول لكم رمضان كريم، وفي حلقة عن رمضان، عشان رمضان كريم قوي مع مازن مايك شو، زي ما هو كريم قوي مع بيبسي. اشمعنى بيبسي يعني؟ بيبسي احسن مني في حاجة؟ وبالمناسبة استنوا حلقة رمضان عشان فيها كلام احتمال يعجبكم يعني.